اخيرا الجزء الثالث. انا ابويا كان هيقاطعني بسبب ان ما بنزلش عن عاشور الناجي بقالي فتره، بقيت حاسس ان عاشور الناجي ده ضرتي. وقفنا في الجزء الثاني على انه عاشور الناجي بقى لوحده تماما بعد ما تخلى عنه درويش تماما بعد وفاه الشيخ عفرة بن زيدان. عاشور الناجي كان عنده مبدا مهم جدا: انا مش هبقى فتوه ولا هستخدم جسمي تماما ضد مصلحه الناس. وكان دايما بيرفض اي عرض بيجيله من عروض الفتوات ان هو ينضم ليهم عشان كان عارف سكتهم الشمال. مرت الايام والحال بعاشور مع الوقت كان بيضيق لحد ما في الاخر هيقابل المعلم زين الناطوري اللي هيكون نقطه تحول كبيره جدا في حياه عاشور الناجي، لانه مش بس كمان هيشغله عنده ويستوسم فيه خير بعد ما يقعد فتره عاشور تحت خدمه المعلم زين فيثق فيه المعلم زين ويقرر انه يجوزه زينب. عاشور هيقع في حب زينب جدا وهيخلف منها 3 عيال: رزق الله، حسب الله، وفتح الله. وتمر الايام وتربيه ال3 اولاد كانت من اصعب ما يكون. ال3 ما خدوش اي حاجه من ابوهم، وحب عاشور لزينب مع الوقت كان بيزيد برغم لسانها اللي كان بيتقال عليه انه لسان سليط. وحسره عاشور على اولاده مع الوقت والايام كانت بتزيد، وهتزيد اكتر لما يظهر من مره تانية درويش ابن زيدان ويستعطف ابن اخوه علشان يديله فلوس يقدر يمشي بيها حاله. فلطيبه عاشور هيدي لدرويش فلوس عشان بس ينزله من على ودنه، لكن اللي ما عملش حسابه عاشور انه ديل الكلب عمره ما بيتعدل. فيا ترى ايه اللي حصل؟ ده كان الجزء الثالث من احكي لي روايه. ولو عايز تعرف اكتر تنساش انك تعمل لي متابعه علشان تستنى الجزء الرابع. تنساش ان انا احمد وائل ماركتير وبحاول يكون ليا فيديوهات على النت.